تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض طبق كشري بس بجد عالمي. يعني كل اللي هيدوه من ايدك بجد هيشكرك عليه وهيقولك عاملاه ازاي. هيطلع مفلفل معانا ومش هنوسخ مواعين كتير، وهوريكي اسهل وابسط طريقة ليه. وهنعمل مع بعض بقى كل حاجته، الشطة والدقة والصلصة. يلا بينا نخش على الطريقة واوريك انا عملته ازاي. انا اول حاجة هنا بحب ابدأ بالصلصة. خلاص، حطيت شوية زيت كده، وانا بحب اعملها بتومة. عايزة تعمليها ببصلة، عايزة تعمليها ببصل وتوم، براحتك بقى، شوفي بتحبي ايه واعمليه. انا بجيب معلقة توم كده واحطها في الحلة، واول ما يعني مع شوية زيت، اول ما لونها يغير كده حاجة بسيطة، هنزل بطماطم. دي طماطم انا كنت مصلصاها، انتي ممكن تضربي طماطم وتصفيها وتنزلي بيها حوالي كيلو من الطماطم كده، عشان تطلع معانا الصلصة كتير. وهنزل عليها بمكعب من المرق كده، ورشة ملح وفلفل اسود وكمون، نص معلقة كده من كل حاجة. وطبعا برضو معلقة سكر عشان تعادل حموضة الصلصة. خلاص كده خلصنا الصلصة، نركنها على جنب بقى على نار هادية كده، نسيبها مع نفسها. انا هنا جبت بصلتين كده، بصلة حمراء وبصلة بيضة، وعملتهم كده بالمبشرة بتاعت البطاطس. مش عندك حاولي بقى تقطعيهم رفيع كده، انا عايزاها رفيع جوليان كده، ولا بحط بقى عليها دقيق ولا نشا ولا اي حاجة. بسيبها لغاية اما احس ان الجوانب، يعني بصوا الجوانب كده اختلفت، يعني لونت، بروح مقلباها بقى. اول ما تاخد اللون ده هنطلعها على طول، ما استناش تغمق عن كده. وخدت شوية من الزيت لان الزيت كان كتير، هشيله وهوريكم هعمل بيه ايه. وحبة كده نزلت ببصلاية صغيرة جدا ومعلقة توم، هنقلب بقى كده. انا بحب دي الحلة بتاعت الكشري، فانا بحب اديها معلقة توم كده وبصلة صغيرة، بتاخدي بقى تطعيمة كشري عالمية. ودي كوباية ونص من العدس، طبعا كنت نقعاه قبلها ب3 ساعات كده. وهنزل بقى على البصلة والثوم كده بالعدس المنقوع. ركزوا يا جماعة، العدس منقوع. طب لو مش منقوع يبقى هننزل بيه، بس هنديله شوية مية لغاية اما يستوي شوية. هنسيب بقى العدس كده مع البصلة والثوم على نار هادية، وهنحمر الشعرية. الزيت اللي انا خدته من الاول بتاع البصلة نزلت بيه على الشعرية عشان تدينا تطعيمة حلوة قوي. خلاص، هحمر بقى الشعرية، واول ما تاخد لون كده هنرجع للعدس. هتدوسي عليه كده تلاقيه خلاص دخل في السوا وبقى تمام. هننزل بقى بالرز، شوفي بقى الكمية اللي انت عايزاها. دول كانوا كوبايتين ونص من الرز كده، غسلتهم حلو قوي. وهنزل بيهم على العدس. العدس هنا لازم يكون دخل في السوا، عشان يبقى من سوا الرز ما بياخدش سوا كتير. وهننزل بالشعرية بقى اللي احنا حمرناها كده في زيت البصلة برضه. ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، ويبقى احنا كده خلصنا الكشري. مفيش يعني مهما تدوري مش هتلاقي طريقة بالسهولة دي. هنزل بمكعب من المرق كده ورشة ملح، وهحط فلفل اسود وكمون على قد الحلة بقى كلها. خلاص، وهنزل المية هنا اللي هنزل بيها على قد الرز. ملكيش دعوة بالعدس، العدس اصلا بينزل مية. يعني لو حتى كوبايتين ونص من الرز هنزل بكوبايتين ونص من المية اللي هم دول. خلاص، ونقلب بقى كده، وهدي بقى حوالي ربع كوباية كده للعدس. خلاص، يبقى كل التوتال من المية 3 الا ربع. يعني هقلب بقى كده واغطي واوطي عليه. اول ما يتشرب كده معاكي ويبقى بالمنظر ده شرب ميته، هنقلب بقى كده. بصوا يعني طالع مفلفل ورهيب، لازم تجربوا الوصفة دي. نقلب حلو قوي كده، بعدين نغطي ونوطي بقى ونسيبه لغاية اما يكمل سواه. تعالوا بقى نعمل الدقة مع بعض. دي معلقة توم عليها ليمونة وعليها حبة خل، وهنحط بقى ملح وكمون وسنة شطة لو عايزة، وفلفل اسود. خلاص، اللي يعجبك بقى، عايزة تحطي شطة حطي، مش عايزة احنا كده كده هنعمل شطة. وهننزل بقى بمية، ممكن تبقى مية مغلية وممكن مية من الحنفية كده عادي. وندوب بقى الكلام ده، ونركنه على جنب بقى، وتاخدي احلى دقة بجد، طعمها رهيب. الشطة بقى، انا هنا قطعت طماطم، انا بحب اقطع طماطم كده عشان تبقى مميزة عن الصلصة. وهحط معلقة شطة زي ما انت عايزة بقى. ومن الصلصة اللي احنا عاملينها هنزل بيها على الطماطم دي. بصي، في ثانية عملتي شطة وبجد عالمية، طعمها حلو جدا وهتعجبكم. هنسلق بقى المكرونة، شوفي انت اي نوع بتحبيه، انا بحب احط الاتنين كده.
اسباجيتي والصغير. نسلق المكرونة عادي جدا، مية مغلية وملح، ونزلت فيها في المكرونة كده، وهفضل اقلب بقى لغاية اما تستوي. هيكون بقى الرز الكشري معانا بقى، بصوا استوى وطلع مفلفل وتحفة. بجد لازم تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا. وبس كده حبايبي، يعتبر بقى خلصنا النهارده. هنغرف بقى، وبصوا الفلفله هتاخدوا احلى تطعيمه كشري. وبالنسبه للبصل بقى، لما ياخد اللون ده ما تستنيش عليه يغمق، لان هو لسه بره، يعني لما تطلعيه بياخد لون شويه. فبصوا عشان يطلع معاكم ذهبي كده ومقرمش، طعمه تحفه. ما تستنيش عليه نفس اللون اللي انت شفتيه تطلعيه. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهارده.